عمرك فكرت ازاي المحافظ او شنط الجلد بتتعمل؟ اكتشفنا لكم مصنع جلود مصري بيقدم منتجات عالميه زي المحافظ والاحزمه والشنط الجلد. بام جروب من المصانع المصريه اللي لها تاريخ كبير قوي في تصنيع منتجات الجلود، موجود من سنه 2016 ولسه مستمر في تقديم منتجات تنافس البراندات العالميه. استاذ محمد، عايزينك تعرفنا بنفسك وتشرح لنا مراحل التصنيع كلها. معاك محمد عثمان، المدير التنفيذي لمصنع بام. طبعا احنا عشان ننفرد بمستوى عالي من المنتج لازم ان احنا نبدا بمستوى عالي من الجلد الطبيعي. زي ما حضرتك شايف ان مستويات الجلد الطبيعي هي اعلى يعني مستوى جلود، طبعا باسعار عاليه احنا بننفرد بيها لنفسنا، ان احنا عندنا ستوك من الجلود. طبعا احنا بنصنعه لحسابنا احنا الشخصي، تمام. بحيث ان احنا يكون في استمراريه على نفس المنتج اللي ينطلب مننا. الجلد ده احنا بنختص بيه لنفسنا، فطبعا احنا كذلك بنبدا ان احنا عندنا استنباطنا الكامله في اللي بنقطع بيها الجلد ده، بحيث تمام. او مثلا هنقول الستايلات او الموديلات. كل موديل عندنا له استنباط الحديد اللي بتقطع بيها. تمام. وبعد كده بنبدا ان احنا نجمع الشنطه او المحفظه. طبعا احنا بنستخدم الصبغات الايطالي وبرضو الصيني الجيد، الصيني المستوى العالي. احنا ما بيهمناش طبعا السرعه بقدر ما بيهمنا الكواليتي العالي في النهايه اللي تطلع الشنطه بالمستوى ده.